هو اشمعنى تويست؟ لا، تويست الاسباب كتير، بالظبط عامله اكنك جايب نفس الشخص بس بني ادم تاني، يعني نفس الشكل بس شخصيه تانية. تجربة شخصية يعني. نقدر نقول تجربه شخصيه. انا واحد من الناس اللي حصل لي تويستات كتير في حياتي، بس في تويست مهم جدا حصل لي من اكتر من 15 سنه، خلاني بنفس الشكل بس شخص تاني. طب ليه مش محطات؟ لا، المحطة بتختلف. انت المحطة عادي، انت ممكن تنزل من بيتك رايح محطة عشان تركب وتروح مكان، ممكن في النص تغير رأيك، بس التويست لما بيحصل ما بتعرفش تغيره. شايف مين معاك في تويست؟ لا، ناس كتير، مش هينفع اقول اسامي ان في اسامي مهمة جدا. انا شايف ان في ناس اساسية عملت تويست في حاجات كتير جدا، انا شايف انها المفروض تبقى موجود معايا. طب وايه الهدف من التويست؟ من الاخر الهدف من التويست انه هيعلم ناس كتير. انتوا متخيلين يعني ايه تويست حصل في حياة بني ادم بسبب حاجة حصلت معاه او موقف حصل له غيره، خلى تفكيره يتغير وطريقته لدرجة ان هو بقى من بني ادم لبني ادم في حتة تانية. فانا شايف ان التويست اللي هيحصل من اي حاجة هقولها او من اي حاجة هنقولها في المكان هيتغير وهيغير ناس تانية. عشان كده بقول لأي حد اتفرج على الموضوع، اتفرج على تويست، لان هيفرق معاك جدا، سواء بقى تويست في شغل، سواء تويست في شخصيه، سواء تويست في مصنع، في شركه، في حياه، في منتج، في اي حاجه. اعمل فولو، او انتي اعملي فولو وسبسكرايب عشان اي تويست ينزل يجيلكوا، صدقوني هيفرق معاكم.